السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو تربوي جديد جبته من رسائل الصفحة. أم جميلة بعت سؤال رائع وبتقول ابني بيتعرض للتنمر، هل كده محتاج ان انا اعمل تقييم سلوكي واشتغل عليه ولا محتاج ايه؟ والحقيقة السؤال حلو وعجبني فقلت اعمل لكم في فيديو نتكلم عن النقطة دي. بصي حبيبتي، التنمر مشكلة اجتماعية عويصة. تمام. طيب مواجهة التنمر مفترض كل الناس تتمرن ازاي تواجهها، انا وانتي وبابا وخاله وولادنا الصغيرين وولادنا الكبار، كل الناس محتاجة تتعلم مهارات في مواجهة التنمر. كإجراء ايه؟ إجراء احترازي، يعني محدش ينمر علينا واحنا زي الفل، بس يعني احتياطي نتعلم ان انتي وانتي في شغلك لو حد اذاكي لفظيا او معنويا بشكل او باخر فيما يسمى بالتنمر ازاي تردي عليه او تواجهي ده، بحيث ان ده في المقام الاول ما يسببلكيش اذى نفسي، وفي المقام الثاني ما يجرأش عليكي خلق الله وتبقي ملطشه. تمام. طيب ده اجراء احترازي، يعني ما حصلش حاجه بس انا محتاجه اعلم ابني ايه هي مهارات مواجهه التنمر. بتبدا من اول التعبير عن الانفعالات، ان انا اعلم ابني يعبر بلسانه عن انفعالاته، يقول انا زعلان، انا مخنوق، انا متضايق، انا فرحان، انا غيران، وهكذا. والكلام ده انا عامله عليه سلسله فيديوهات كامله لاهميته ولتاثيره في الاداء النفسي للاطفال، وهتلاقوها على سواء قناه اليوتيوب بتاعتي احنا بتوع تربيه مع ماجدة عمار، او هنا على صفحه الفيسبوك هتلاقوا برضو الفيديوهات دي، بس دوروا شويه. على قناه اليوتيوب معمول لها بلاي ليست كامله، الانفعالات والثبات الانفعالي، وازاي اعلم ابني يعبر عن انفعالاته، وابني عصبي لابوه، وعدد كبير من الفيديوهات اللي بتكلم فيها على نفس الافكار، وبعلمكم فيها ازاي نعمل ايه بشكل عملي زي ما بعمل في جلسات تعديل السلوك عندي بالظبط. تمام. طب ده بشكل عام. طب لكن ابني اوريدي اتعرض للتنمر، والتنمر ده مخلي عنده ضعف ثقة في نفسه، والتنمر ده بيخلي عنده حالة شبه بأعراض الاكتئاب، زعلان قوي، بيصرخ، بيعيط، بيجز على أسنانه، بيتهته، واخد جنب، منسحب اجتماعيا، وهكذا. إذا أنا كده مشكلتي التنمر، حتى لو كان التنمر ده فعلا سبب مشكلتي التنمر، هي حاجة كده شبه أنا ابني اوريدي رجله مكسورة، فاللي خلاص رجله اتكسرت ده بعلمه ازاي يحافظ على رجله ولا بجبس له رجله وعالجها الاول؟ اللي هو مش هيجري معايا، هو مش هيتعلم ازاي يجري صح، هو مش هيجري اصلا. هو الاول نجبس رجله ونعالجها وتخف، وبعد كده نبقى نشوف حوار ايه ان احنا الجاي ده نحافظ عليه. فان يكون ابني عنده مشكله سلوكيه والام قارياها ان ده ناتجه عن تعرضه للتنمر، زي ان هو كثير البكاء وهو فوق 6 سنين، زي ان هو غضوب، عصبي، منسحب اجتماعيا، عنده تبول لا ارادي، عنده تحتها، عنده بربشه بالعين، عنده جز على الاسنان، اي علامه عصبيه، احنا بنحلل اسبابها بقى ونكتشف ان هي من اسبابها ايه؟ تعرضه للتنمر. ده حاجه وده حاجه. فاذا هو سؤالك مهم لو هو اجراء احترازي، فساعتها يكفيكي ان انا اعلم ابني ثباته الانفعالي، اعلم ابني مهارات اسمها الحدود الاجتماعيه، ودي لكل البني ادمين، انا وانتي كل الناس. يعني ايه الحدود الاجتماعيه؟ يعني نتعلم امتى نقول لا على حاجه مش عجبانا، نتعلم امتى محدش يبتزك لا فعليا ولا عاطفيا. الحد ده بقى صاحبتك، مامتك، باباكي، جوزك، مراتك، ايا كان الشخص العزيز عليك، لازم تعرف ان الحدود. سلمي يا لافلي، شايفين لافلي بتسلم عليكم؟ معلش ده مش هيخليني الغي الفيديو نهائيا يعني، يلا مش مشكله. يخلينا نعلمه الحدود، ونعلمه مهارات التعامل مع الاخرين، ونعلمه ادوات عمليه لده، زي الاي مسج، زي التعبير عن الانفعالات، زي مهارات القبول والرفض، وهكذا. ده ايه؟ كل اطفالنا، كل اللي عنده عيال او مراهقين او ناس في الطفوله المتاخره او ايا كان، المفروض يعلموا المهارات دي. لكن اوريدي الحاجات دي حصلت ونتج عنها مشكلات سلوكيه، يبقى لازم حضرتك تروحي لاخصائي تعديل سلوك، لان لازم يتعالج الاول. لازم نفرغ بقى العك اللي حصل ده وننظف مكانه ونشتغل على نظيف. احنا بتوع تربية مع ماجدة عمار.